السلام عليكم. بنشوف كتير خبراء مدربين بيخافوا يصرفوا على الإعلانات، دايمًا شايفين إن الإعلانات دي خسارة سريعة ومش هتجيب عائد أو هتجيب مردود. سمعوا ناس قبل كده إن هم صرفوا آلاف الدولارات ما جابتش معاهم نتيجة، شايفين إن الإعلانات دي عبارة عن قمار، أنت بتحط فلوسك وأنت ونصيبك، بس هم مش فاهمين إن الإعلان غالبًا مش بيكون هو المشكلة، الإعلان بيفشل عشان أنت مش عارف إيه اللي بيحصل بعد الإعلان. الفكرة إن الإعلان مش لعبة حظ، أنت تقدر إنك أنت تخلّيه متوقّع تمامًا، بس في خطوات مهمة المفروض إن أنت تمشي عليها عشان تقدر تحوّل إعلانك من الحظ للتوقُّع. النهارده إن شاء الله في فيديو النهارده هنحكي إيه هي الخطوات دي خطوة، خطوة، هنمشي عليهم، هنعرف إزاي إن إحنا نخلّي الإعلان بتاعنا ينجح، ونبقى متوقّعين إيه اللي هيحصل بمجرّد ما ندوس on على الإعلان. أول خطوة إن الإعلان ده هو الfront door بتاعنا أو هو الواجهة الأمامية للbusiness بتاعتنا، مش الbusiness كله. يعني أنا لمّا باعمل إعلان المفروض إن هو مش استراتيجيتي الوحيدة، أنا في حاجات بتحصل ما بعد الإعلان هي اللي بتأدي إن النتايج تظهر، فالإعلان ده بالنسبة لي الباب الأمامي اللي هو مش محتاج إن أنا أبذل فيه مجهود كبير، بس محتاج إن أنا يبقى عندي موجود الباب الأمامي ده بحيث إن أنا أقدر أوصل لعدد أكبر. فهو مش مشكلة إن أنت تركّز على الاستهداف بتاعك يكون كويس، الcreatives بتاعتك، الميزانية، كل الكلام ده جميل جدًا، بس مش ده الأهم، في حاجات المفروض بتحصل بعد ما تفتح الباب، يعني أنت لو أنت بتجيب ناس كتير على البيت بتاعك ده حاجة كويسة جدًا، ودي إمكانية إن حد يشتري منّك دي كويسة جدًا. بس ورا الباب الدنيا فاضية، ما فيش حاجة موجودة، ما فيش حاجة تستقبل الناس اللي داخلة، ما فيش كراسي، ما فيش ناس واقفة تستقبل الضيوف اللي جايين، فورا الباب ما فيش حاجة. فأنت مش محتاج إنك أنت تضبّط الاستهداف أكتر أو تضبّط الcreative أكتر أو تضبّط الميزانية، لا، لا، لأ، الفكرة كلّها إنك بتضبّط ما بعد الإعلان، محتاج ترتّب اللي ورا الإعلان. طَب إيه هو اللي بعد الإعلان؟ أول أو تاني خطوة معانا أول حاجة بقى ما بعد الباب إنّك أنت يبقى عندك offer كويس جدًا، لإن أنت أول ما تيجي تسأل نَفْسك قبل ما تصرف أي جنيه، تقول هو أنت هتقدّم إيه للناس، إيه الoffer اللي أنت هتقدّمه للناس، ولازم تبقى فاهم إن الoffer بيبقى نسبة إن هو ينجّح الإعلان نسبة 90% هو السبب في نجاح الإعلان بتاعنا، فأنت مهما كان الإعلان بتاعك شكله جميل، لو offer عادي مش هيعمل أي نجاح، مش هيحقق أي نجاح والإعلان مش هيشتغل. لإن إحنا هنفهم ليه الإعلان مش هيشتغل في الخطوات الجاية. طب الoffer بتاعي ده شكله عامل إزاي؟ أول حاجة لازم يكون محدد، أنا باكلم ناس معينة، باضيّق النطاق اللي أنا باتكلم فيه مع الناس، بحيث إن أنا الراجل اللي بيقرا الإعلان أو شايف الإعلان أو دخل على ما بعد الإعلان يبقى فاهم إن أنا باتكلم مع الفئة دي بس. تاني حاجة إن هو بيشيل المخاطرة، ما ابقاش داخل خايف إن أنا أستثمر في الراجل اللي قدامي، إن أنا المفروض أقول له مثلًا على حاجة زي استشارة مجانية، إن أنا ضمان النتيجة، أقول له حاجة تخلّيه يبقى متطمن شوية إن هو يقرّب معايا ناحية قرار الشرا خطوة بخطوة، وكل ما أنت قللت إن الناس تاخد قفزة الثقة، كل ما عدد أكتر هيتكلم معاك. لازم يكون في ندرة حقيقية، يعني ما ينفعش تيجي تقول إن في 4 أماكن بس الشهر ده، بس في نفس الوقت الناس عارفة إن أنت بتقول أي كلام، لأ مش وعود وهمية، لازم تكون حاجة حقيقية، ندرة حقيقية، إن أنت فعلًا بتاخد 4 عُملا في الشهر الواحد، فبالتالي كلّه هيسارع إن هو ياخد المكان بتاعه، لو فعلًا أنت الoffer بتاعك قوي. طب إيه اللي بعد كده نعمله عشان نخلّي الإعلان بتاعنا يبقى شغال كويس، ما يحرقش فلوسنا؟ إن إحنا نجهّز بقى اللي ما بعد الإعلان، اللي هي صفحة الهبوط، المسار، رحلة العميل، اللي هي قبل ما العميل يخش عشان يشتري منّي، لازم أبقى مجهّز له رحلة. الفكرة إن إحنا بنجهّز حاجة بنبقى قادرين نتوقّع من خلالها إن إحنا بعد ما العميل يضغط على الإعلان، هيروح على funnel، الfunnel هتحرّكه بطريقةٍ ما، هيقدر إن هو بعد كده يبقى سهل إن هو يشتري مننا. فإحنا بنتوقّع بعد ما العميل يخش من الإعلان في funnel بتقول لنا والله لمّا العميل ده يخش على الويب سايت المفروض إن هو هيمشي خطوة، 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 خطوة لحد ما يوصل ناحية القرار. طب هو مش مهتم دلوقتي، برضه نفس الكلام هي نفس الfunnel هتقدر إن هو تخلّيه لي يهتم بعد كده، ولمّا يكون يقرر يشتري هابقى أنا أول واحد يفكّر فيه. طب إيه اللي المفروض يكون موجود في المسار ده؟ أول حاجة صفحة هبوط، بتبقى مصممة تحديدًا للإعلان اللي أنت بتعلن عنه، بتعلن عن webinar، بتعلن عن منتج low ticket، بتعلن عن إن الناس تخش تكلمك،
كل حاجة تبقى مصممة من الإعلان للصفحة، رسالة واحدة، وعد واحد، خطوة واحدة، ما فيهاش أي حاجة تشتت العميل، لازم تكون كلها متوافقة. الرسالة زي ما قلنا تبقى متطابقة، مسج ماتش، إن الصفحة لازم تكون شبه الإعلان، عشان لما يتحرك من الإعلان للصفحة يبقى فاهم إن هو في نفس المكان ونفس المشكلة اللي بتتحل، مش بتحس إن هو بيتكلم مع حد تاني، فلازم تكون الرسالة متطابقة. بعد كده بعد ما يخشوا بقى، إن إحنا عندنا في الفانل في طريقة إن إحنا ناخدهم بحيث إن إحنا نقدر نعمل معاهم فولو اب. ليه؟ لأن معظم الناس أو 96% من الناس اللي بتخش على البيزنس بتاعك لأول مرة مش بتشتري منه، فبالتالي لازم يكون في وسيله ان انا اخد الناس دي اخليهم عندي، اقدر ان انا اعمل معاهم فولو اب عشان بعد كده اقدر ان انا ابيع لهم. لازم تبقى فاهم حاجه، ان الاعلان ده فعلا ارخص جزء في المنظومه كلها، اقل حاجه حرفيا، لان انت حقيقي المكسب بتاعك بيبقى فيما بعد الاعلان. ليه؟ لان احنا زي ما قلنا احنا بين الضغطه والبيع لازم نبقى عارفين ايه اللي هيحصل، فلو احنا عارفين اللي احنا هيحصل هنقدر ان احنا نتوقع كل حاجه. رابع خطوة وهي انك تفصل الجمهور على حسب الاستعداد للشراء. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت دلوقتي اعلانك المفروض ما يكونش بيخاطب الجمهور البارد زي الجمهور الدافي. طب ايه هو الجمهور البارد والجمهور الدافي؟ الجمهور البارد ان حد لسه سامع عنك دلوقتي، لسه شايفك دلوقتي، لسه شايف اول اعلان ليك، لسه سامع اسمك، ما يعرفش عنك اي حاجة، ده ما ينفعش تخش تقول له اشتري على طول. ده لازم تقول له تعالى سجل معايا قائمة بريدية، تعالى خد دليل مجاني، تعالى اتفرج على فيديو، تعالى احجز معايا مكالمة. كل الحاجات دي ده الجمهور البارد تقدر تقولها له. لكن الجمهور الدافي هو اوريدي عارفك، تفاعل معاك قبل كده، فبالتالي تقدر تطلب منه زي عمليه شراء، او برضه تطلب منه ان هو يحجز مكالمه كنوع من التاكيد، لان هو اوريدي عارفك وفهمك، غير الجمهور البارد اللي لسه سامع عنك دلوقتي. زي ما انت عارف يعني اكيد وسمعت قبل كده ان الريتارجتنج او الجمهور الدافي، ما هو الجمهور الدافي ده اللي هو احنا بنعمل له ريتارجتنج. الريتارجتنج او الجمهور الدافي دي ارخص تحويلات انت ممكن تجيبها. ليه؟ لان الناس اللي تعرفك بتحول 3 ل 5 مرات الجمهور البارد. يعني انت لما يكون عندك مجموعة ناس تفاعلوا معاك، دول اقرب، يعني اكتر 3 ل 5 مرات من الجمهور البارد ان هم يشتروا منك او ان هم يحجزوا معاك مكالمة عشان يشتروا منك. فانت لازم تبقى عارف انت بتعمل اعلانك لانهي حد فيهم. هنا هنعمل ريتارجتنج، هنا هنعمل اعلانات عاديه، بس في نفس الوقت لازم نساعد ان الناس دي تتفاعل معانا عشان نحولهم من جمهور بارد لجمهور دافي، فبالتالي اقدر اعمل معاهم الريتارجتنج او ادخلهم في كوميونتي او اعمل معاهم اي نوع من انواع الانجيجمنت اللي تساعدهم ان هم يقربوا من قرار الشراء. اخر خطوه وهي قياس الارقام. لازم نبقى فاهمين ان احنا ما ينفعش اول ما نحط فلوس في الاعلانات نقول من الاسبوع الاول هنلاقي فلوس. لازم ندي المنصة وقت تتعلم، مهم جدا. اي منصة اي منصة، وطبعا احنا بنتكلم حاليا على ميتا وجوجل، لازم تديهم على الاقل 60 يوم او تديهم 50 كونفرجن، بيبتدوا يتعلموا من نوعية الناس اللي بتخش على البيزنس بتاعك. فهو مش هينفع من اول يوم ان هو يدخل لك ناس، تيجي انت الناس دي تقول له والله الناس دي مش كويسة، يبدأ ان هو يغير، يبدأ ان هو يجيب ناس جديدة، تيجي انت تقول له الناس دي مش كويسة برضه. كل ده خسائر، كل دي فلوس بتخسرها. بس مش فلوس بتخسرها ليه؟ لان احنا عندنا سيستم اوريدي شغال، احنا مدين المنصه وقت التعلم، بس في نفس الوقت الناس المهتمه موجودين عندنا، ما سيبناهمش يضيعوا زي حملات الرسائل اللي هو بتعتمد على ان الناس تشتري من اول مره تشوفك فيها. تقيس الارقام اللي هي مهمه فعلا، مش بقى الكليك ثرو ريت والسي بي سي والكلام الفاضي ده كله. احنا ناس بنبيع خدمه قيمتها عاليه، فلازم نشوف العميل اللي جالنا تكلفته قد ايه، نسبه الناس اللي حجزوا من المكالمات من الناس اللي دخلتنا، نسبه الحضور للمكالمات، العائد على الانفاق اللي مربوط بالمبيعات. يعني مش الار او اي اللي او الرؤاس بتاع الاعلان نفسه، ماليش دعوه بالرؤاس بتاع الاعلان، انا ليا دعوه بالارقام بتاعتي جوه السيستم نفسه. دلوقتي ناس حجزت قد كده، الناس منهم اشترت قد كده، ده العائد على الانفاق لما اعرف انا دفعت قد ايه على الاعلان. طبعا احنا في طرق بنعملها عشان ان احنا نخلي زي ما قلنا موضوع المنصه ان هي تتعلم، ان احنا بنرجع الداتا على ميتا عن طريق الاي بي اي. بنقول له والله يا ميتا الناس دي هي اللي كويسه، هي اللي كواليفايد، هي اللي مؤهله ان هي تشتغل معانا. يقدر بعد كده ان هو يجيب لك ناس زيهم كتير، بحيث ان انت تركز على زي ما قلنا على عملاء مؤهلين، مش اي عملاء او المنصه تقعد تجيب لك اي ناس. فاللي بيكسبوا دول اللي هم عندهم صبر يسيبوا المنصه تتعلم 60 ل 90 يوم. ليه؟ لان زي ما قلنا المنصه بتجيب لك مجموعه ناس بتحس ان هم مش مظبوطين، ترجع تقول له يا ميتا الناس دي مش كويسه، بعد كده يرجع يجيب لك ناس تانية، ترجع تقول له الناس دي كويسه هات لي زيهم، فعبال ما الموضوع يبدا يشتغل بتبقى حوالي 60 ل 90 يوم.
مين بقى اللي بيخسر؟ ده اللي بيكسب، ده اللي بيصبر. اللي بيخسر بقى اللي هو من الاسبوع التالت تحس ان هو مش قادر، وخلاص حاسس ان هو الفلوس بتخلص، وحاسس ان هو مش قادر يكمل في الاعلانات، واعصابه بتبوظ والكلام ده كله. كل دي بيحس فعلا ان الاعلانات مؤامره، وفعلا الاعلانات لازم تفشل معاه. لان هو لو عنده سيستم هيبقى شغل الاعلانات وهو مطمن ان الاعلانات دي هتجيب عائد في المستقبل القريب. فلازم نبقى فاهمين حاجة بقى في الخلاصة كده، إن الإعلان ده مش البعبع، ده الرافعة اللي إحنا بنرفعها أو بننزلها عشان تعمل لنا، تزود لنا فلوسنا. فأنت المفروض ما تخافش من الإعلانات، المفروض تبقى مجهز سيستم قبل ما تصرف جنيه واحد على الإعلانات عشان فعلا ما تحرقش فلوسك. ففيها 5 حاجات لازم نريكاب بيهم الوضع ككل. أول حاجة إن أنت تبقى فاهم إن الإعلان ده هو المدخل بتاع البيزنس بتاعك، مش أكتر. ده مكان بتجذب منه الناس المهتمين فقط. ما يحدث بعد كده هو ده الأهم، إن أنت يبقى عندك أوفر، يبقى عندك صفحة رحلة فيها مسار، فيها متابعة. بعد كده تبدأ إنك أنت تشوف الجمهور اللي جاهز إن هو يشتري، والجمهور اللي جاهز إن هو يحجز، والجمهور اللي مش جاهز إن هو يحجز ولا يشتري. تقدر تفصل جمهورك، وتقدر إنك أنت تستهدف كل واحد منهم على حدة. بعد كده أهم حاجة بقى في الموضوع إن أنت تقيس النتائج. مجرد ان انت تقيس النتائج، هي دي انت كده شايف الربح بتاعك والخساره بتاعتك. لو انت شايفهم كويس هيبقى عندك حاجه اسمها وضوح. الوضوح ده هيقول لك ايه؟ هيقول لك انك ما تخافش. انت لو دفعت فلوس اكتر هيجي لك ناس اكتر، نسبه منهم كتير مهتمه، ونسبه منهم ان هي تشتري، متوقع ان هي تشتري اكتر. فانت لما بتيجي تقيس النتائج بتبقى شايف الوضع، ما بتبقاش عمال تدفع فلوس على الاعلانات شايف ما فيش مبيعات، اعصابك بتبوظ، بتحس ان الدنيا كلها انهارت قدامك. لازم يبقى فيه سيستم، او لازم يبقى في حاجه ورا الاعلان ان هي تشتغل وتشغل الاعلان بطريقه ما يبقاش فيها حرق للفلوس. انت في البدايه طبعا مش مهم انك انت تبدا بمبالغ كبيره، لان زي ما قلنا احنا عندنا جمهور بارد. الجمهور البارد بيبقى صعب ان هو يتحول لمبيعات. فبالتالي لازم تبدا بالجمهور اللي عندك الاول، تستهدفه بسيستم بسيط وميزانيه بسيطه، تدي المنصه وقت ان هي تتعلم، وبعد كده هتبدا تشوف نتائج وتحس ان الاعلان فعلا مش البعبع، ده هو الرفعه اللي بتكبر بيها البيزنس بتاعك وبتزود ارباحه. ده كان بالنسبه لفيديو النهارده، فيديو الاعلانات. فيديو مهم جدا، الناس كلها بتخاف من الاعلانات، بس لو حطيت لها سيستم صدقني كل مشاكلك فيها هتتحل. اتمنى تكونوا استفدتوا ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.